سلام عليكم. مسألة فقهية مهمة. للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدة مراتب 3 نحفظهن. المرتبة الأولى أن يأتي المكلف بفعل يظهر به انزجاره القلبي وتذمره من ترك المعروف أو من فعل المنكر. مثلا شو أسوي أنا؟ أعرض عن الفاعل وأترك الكلام معه، فتعتبر هذه المرتبة الأولى لفعل المنكر، وهكذا للأمر بالمعروف. الثانية أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بمن؟ بقوله ولسانه، فسواء كان بصورة الوعظ والإرشاد أم بغيرها، يكتب له رسالة. هاي الثانية. الثالثة إخواني أن يتخذ إجراءات عملية للإلزام بفعل المعروف اللي هو الصلاة، وهكذا يلزمه عن ترك المنكر مثل سماع الأغاني. شلون؟ بالطريقة أنه إما بفرك الأذن أو بالضرب البسيط والحبس في الغرفة وغيرها من هذه الأمور. فإذن هذه 3 مراتب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والسلام عليكم. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarjiع.com. المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.